السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. كما كتشاهدوا اليوم غادي نقدم لكم حلوة لسان الطير او لسان العصفور من الحلويات الرمضانية اللي كتجي لذيذة بزاف، قرمشة وبمكونات جد بسيطة واقتصادية. ما غادي نحتاجوا لا لوز ولا كاوكاو ولا جنجلان، فقط القليل من الجنجلان باش غادي نزوقوا، يعني بمكونات في متناول الجميع وبطريقة جد مبسطة وسهلة. ندوزو على بركة الله المقادير وطريقة التحضير. رجاء لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد من الوصفات إن شاء الله، وشكرا جزيلا. ونبداو على بركة الله في المقادير. كما كتشاهدوا غادي نحتاجوا نص كيلو ديال الدقيق الابيض الخاص بالحلويات، كيلو ديال العسل، نصف كأس ديال المزهر، المايزينا او النشا باش غادي نورقوا الكويرات ديالنا، الماء باش غادي نجمعوا العجين، الزيت للقلي، واحد الكيس من الفاني، وواحد الكيس خميره كيماويه، ملعقه صغيره ديال النافع يكون مطحون جيدا، ملعقه صغيره ديال السكر سميد، ملعقه صغيره ديال القرفه، صفر بيضه وحده، قبيصه صغيره ديال الملح، وثلاثه الحبيبات ولا 4 ديال المسكه الحاره، 3 المعالق ديال الزبده المذابه، زدت عليهم معلقه كبيره ديال الزيت النباتيه. وغادي ندوزو دابا لطريقه التحضير. كما كتشاهدوا في قصريه وضعت الدقيق اللي غربلت، غنضيف عليه معلقه ديال القرفه صغيره، ملعقه صغيره ديال السكر سميد طحنت معها المسكه الحاره، ملعقه صغيره ديال النافع مطحون جيدا، القليل جدا من الملح للذوق، سكر فاني، كيس ديال السكر فاني، كيس ديال الخميره الكيماويه، وصفر بيضه واحده، الزبده المذابه 3 المعالق كبار، زدت معاهم معلقه كبيره ديال الزيت النباتيه، نصف كأس ديال المزهر. وغادي نبدا نخلط الخليط ديالي. كنحتاجو كذلك الى الماء، ماشي بالضروره يكون دافي، يكون درجه حراره المطبخ. صافي كنبقى كنخلط هاد العناصر كلها كما كتشوفوا بالسيستم مزيان، ثم كنضيف الماء باش غادي نجمع العجين تدريجيا. جمعت العجين ديالي كما كتشاهدوا، ممكن تدلكوها جيدا حتى كتولي لينه وتخلوها ترتاح واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق وتستعملوها مباشره. او الى عندكم العجانات استعملوا العجانات، عجنها جيدا ومن بعد نفس الشيء تخلوها ترتاح واحد 5 دقائق حتى 10 دقائق وتستعملوها. او لا تجمعوا العجينه ديالكم دلكوها غير شويه وتوضعوها في واحد الكيس بلاستيكي وتخليها واحد ساعتين ترتاح على خطرها. هاد الطريقه كتنقص علينا عمليه الدلك، يعني بلا ما نبقاو ندلكو فيها بزاف كنوضعوها في واحد الكيس بلاستيكي وكنخليوها ترتاح على خطرها. في إناء غادي نوجد المايزينا او النشا باش غادي نورق الكويرات. من بعد دازت واحد المده ترتاح ليا العجين جيدا كما كتشاهدوا، هي كتكون لينه مطلوقه العجين باش نصوب بها الكويرات. كما كتشاهدوا العجين مطلوقه ورطبه. غادي نبدا نشكل منها كويرات. غادي نستعمل الزيت النباتيه باش غادي ندهنها ونشكل كويرات قياس مشمشه صغيره. انا عندي الميزان غادي نعبر به الكويرات ديالي تقريبا 45 غرام في كل كويره. في العجين كله غادي تخرج ليا 18 كويره، وانتم الا ما عندكمش الميزان عينكم ميزانكم. انا كنستعمل الميزان غير باش يجيني متساويين في الحجم ونفس القياس. بعد ما تشكلت الكويرات ديالي كاملين غادي نغطيهم بواحد الفيلم اليمونتير ونخليهم يرتاحوا 10 ديال الدقائق. في المجموع نص كيلو ديال الدقيق كيعطي 18 كويره. صافي من بعد ما دازت 10 دقائق تقريبا غادي نبدا نبسط في الكويرات ديالي، وغادي نستعمل المايزينا او النشا هي باش غادي نبسط هاد الكويرات كلهم. كما كتعرفوا المايزينا او النشا كتورق مزيان
وكتطلق العجينه وما كتخليش يلصقوا بين ورقه وورقه الا كنبسطوهم، وكنسرحوهم بالمدلك. كنبسطهم بهذا الشكل، كنستعن بالمدلك، وضروري نورقوهم جيدا. كنديروا كميه لا باس بها من النشا او المايزينا باش ما يلصقوش لينا حيت كنعاودو نورقوهم. كما كتشاهدوا انا غادي نخدم بثلاثه الكويرات غنبسطهم في نفس الوقت. كندير وحده فوق وحده وكندير بيناتهم النشا وكنستعن بالمدلك باش نبسطهم. هاد العمليه كتساعدنا اننا نورقوا الوريقات مزيان. الا غادي نورقوا كل ورقه وحده غادي تجينا صعيبه اننا نورقوها. بهذه الطريقه كنديروا 3 وكنورقوا جيدا، كيجوا الوريقات رقاق مزيان. النتيجه اللي بغينا انهم يجوا رقاق مزيان. صافي كنستمر بالمدلك باش نرققهم مزيان. في نفس الوقت كنبدا كنقلب فيهم وكنحل ما بين ورقه وورقه، وكنضيف القليل من النشا، ثم كنستمر. ها انتم كما كتشاهدوا راه ما كيلصقوش. صافي وكنوضعهم في واحد المكان باش نكمل الكويرات اللي باقي ليا. كنغطيو دائما الورقه باش ما تقصحش لينا بواحد الفيلم اليمونتير، وكنستمر باش نورق الكويرات اللي باقيين. نفس الشيء كنستعمل واحد الكميه لا باس بها من المايزينا، وكنبدا كنبسط في الاول بيدي وكنكمل من بعد بالمدلك. دائما كنستعمل النشا بين ورقه وورقه كما كتشاهدوا، وصافي كنسرحها بالمدلك جيدا حتى كيرقاقوا ليا مزيان الورقات في نفس الوقت. كما كتشاهدوا هاني حليت بين الورقه والورقه وضفت ليها النشا. غادي نحل كذلك الورقه الثانيه ونضيف ليها النشا ونعاود نبسط باش ما يلصقوش ليا حيت كنبسط فيهم بالمدلك. الطريقه دغيا كنبسطوا الكويرات اللي عندنا الا كنستعملوهم بثلاثه. صافي وكنستمر حتى كنكمل الكويرات كاملين في مقلاة اللي سخناها وعلى نار مهيله. غادي نبداو نوضعوا بورقه ما كنطيبوهاش وما كنحمرهاش. يلا كتبدا كتدخلها السخونيه وكيطلع داك البخار، كنبدا كنقلب فيها لين ما تشد في راسها وتماسك، نحيدها من فوق المقله. في نفس الوقت كنحاول نسوسها من ديك المايزينا او النشا اللي باقا لاصقه فيها. انا ناقصه النار مهيله، كنبدا كنقلب فيها هكا ما كنقصحوهمش. صافي ها هي وجدت لي كتجي بهذا الشكل. ثم كنوضعها نيشان في واحد المنديل وكنغطيهم بواحد الفيلم اليمونتير. ضروري هذه المساله باش يحافظوا لينا على الحراره ويبقاو شادين السخونيه، وبداك البخار الوريقات كيبقاو رطبين، كيجونا ساهلين الا بنا نطويوهم ولا بنقطعوهم بالمقص. من بعد ما كملت كلشي الورقات ديولي على النار، غادي نبداو ناخذ بورقه ونطويوهم على شكل قضبان. كنخليو 1 سنتيم وكنلفو كنطويو، ثم كنلصقو بالخليط ديال الدقيق والماء. كنستمر حتى كنكمل الورقات كلهم. كنغطيهم دائما بالفيلم اليمونتير كما كتشاهدوا. كنخلي 1 سنتيم وكنبدا كنلوي في الورقه ديالي بهذا الشكل، ما كنزيرش بزاف، وثم كندهن في الاخر كنلصقو بالخليط ديال الماء والدقيق. كنستمر حتى كنكمل الورقات كاملين، وبطبيعه الحال كنغطيهم دائما بالفيلم اليمونتير باش ما يقصحوش لينا، لان مازال غادي نقطعوهم بالمقص. كما شاهدتوا كملت القضبان ديالي كاملين. غادي ناخذ كل قطيب وغادي ناخذ واحد المقص، كنزول هذوك الجوانب
ثم كنبدا كنقطع بهذا الشكل هكا مائل بالمقص باش يعطينا داك الشكل كما كنقولوا لسان الطير. كنقطعوهم بهذه الطريقه هكا. وهذوك الطريفات اللي كيبقاو لينا كنحتفظوا بهم كذلك وكنطيبوهم ما نضيعوهمش. وإلا كانوا دوك الجوانب ما لاصقينش مزيان كنعاودوا نلصقوهم بالخليط ديال الماء والدقيق، لان بعض الخطرات ما توصل ليهمش هذاك الخليط. ما فيها باس، دائما هذيك الزلافه ديال الخليط ديال الماء والدقيق تكون حدانا، والحاجه اللي كانت محلوله كنعاودوا نلصقوها. كما كتشاهدوا كيجي بهذا الشكل هكا. كنستمر حتى كنكمل القطبان ديالي، وكندوز دابا باش نقليهم ونطفيهم في العسل. كما شاهدتوا كنحضر جميع المسائل ديالي. الزيت سخنات، غادي نبدا نقلي وردوا البال مع القلي لانهم رقاق بزاف دغيا كيتقلاو. وما نعمروش المقله لانهم كيتنفخوا في الزيت. مره نحركوهم ونقلبوهم. صافي ها هما طابوا ليا الحليوات ديالي. كنطفيهم في العسل. العسل خصها تكون ثقيله باش يشربوا لينا مزيان العسل ويجوا مقرمشين. وكنعاود نحط في الزيت بلا ما يتحمروا ليا من الجهه الاولى. كنطفي كندخل مزيان هذوك الحليوات، ندخلهم في العسل ونخليهم يشربوا العسل شويه بلا ما يطيبوا لي الاخرين اللي كاينين في الزيت. صافي كنحيدهم باش نخلي المجال في اللوح الاخرين عاوتاني في العسل. وفي هذا الاثناء كنرشهم بشويه ديال الجنجلان لانهم حدهم كيكونوا سخان، الجنجلان كيتشد فيهم اكثر. صافي كنستمر حتى كنطيب الحليوات كلهم. انا كنخدم بوحدي، ايد كنسقطر بها من العسل وايد كنحاول ما يتحرقوش ليا. كنقلبهم في الزيت. صافي كنزول الحليوات اللي كاينين في العسل باش نخلي المجال فين يجيو الاخرين، وكنستمر حتى كنكمل هاد الحليوات كلهم. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحليوات ديالي ديال لسان الطير. كتجي صراحه زوينه في المنظر واكيد لذيذه في المذاق. كتجي مقرمشه ولذيذه بزاف، وخصوصا اقتصاديه، ما فيهاش مكونات مكلفه، مكونات في متناول الجميع. فنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم الطريقه باش قدمت لكم اليوم حلوه لسان الطير وتجربوها. انا متاكده غادي تعجبكم. شهيه طيبه. شكرا جزيلا على المشاهده وعلى الدعم ديالكم. دمتم في امان الله والى فيديو قريب باذن الله. السلام عليكم.